لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. الواضح والبين على فريق استاد باماكو ب3 أهداف مقابل هدف واحد. 0-0 كانت نتيجة لقاء الذهاب، وأيضا 0-0 نتيجة الشوط الأول من المباراة التي عرفت ضياع مجموعة من الفرص لفائدة فريق الوداد البيضاوي الذي أجرى هذه المباراة بمدينة المحمدية. وصورة غير رياضية تماما، أحد المشجعين ولج أرضية الملعب لينهال عليه حارس استاد باماكو ضربا، ولم يتردد حكم المباراة الليبي في توجيه بطاقة لحارس مرمى الفريق الضيف. إذن بطاقة حمراء لحارس المرمى. باماكو يواصل اللقاء ب10 لاعبين. فريق الوداد البيضاوي سيتمكن من حسم كل شيء في 20 دقيقة الأخيرة من المباراة. الدقيقة 72 سيتمكن اللاعب رفيق عبد الصمد من إحراز هدف السبق من نقطة الجزاء 1-0. 12 دقيقة بعد ذلك فريق الوداد البيضاوي سيضيف هدفا آخر، حكيم أجروي 2-0 لفائدة فريق الوداد البيضاوي. وسيتمكن عبد الإله منصور من إحراز هدف ثالث في الدقيقة 87. أصبح اللقاء استعراضيا بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي.